السلام عليكم، مرحبا بكم متابعيني الكرام في قناة أم بشرى الطبخ والمغامرات. اليوم جيتكم بهذا البغرير السريع والناجح 100%، يعني وراح طيبيه مباشرة، ما تخلي لا يخمر لا والو، يعني في 5 دقائق ربع ساعة الماكسيموم راح تحضري أبن وأسهل وأخف بغرير كما راكم تشوفوا، يعني خفيف وطيب بالبيان كشغل عندك الشكل شاهدة. اللي بغى الوصفه يبقى معنا الى اخر الفيديو، ما تنساوش تابونيو في لاشين وتدعموا القناه باش ديما نفيدوكم بالحوايج الملاح. بقاو معنا الى اخر الفيديو. متابعيني الكرام، كما قلت لكم رايحين نحضروا ان شاء الله بغرير يعني سريع ناجح 100%، وطيبيه مباشره ما تخليه لا يخمر لا والو. تبعي معنا المقادير يعني المضبوطه والطريقه باش تكون معاك هذا البغرير ناجح باذن الله. اول حاجه ان شاء الله رايحين نروح المكونات. خديت هذا السميد، هذا النوع تاع السميد الرقيق، ماشي الفان، الرقيق نورمال، يعني 2 كيلات من هذا الكاس تاع السميد. نزيدوا له كيلة نتاع لافارين هكذا بعد ما تكوني سيحتيها، ونسحقوا خميره تاع الخبز مغرفه كبيره، ونسحقوا ساشي تاع خميره الحلويات، ومغرفه تاع السكر، ومغرفه صغيره تاع الملح. هذا مكان وما دافي. ابقاي معنا باش تشوفي الطريقه الصحيحه. اول حاجه رايحين نحضروا، ناخذوا هذا الاناء نحطوا هذيك السميد الاول، نبداو بالنواشف، نضيفوا له لافارين كما راك تشوفي، عفوا، ونحركوا هكذا، نخلطوا لافارين مع السميد تاعنا. من بعد نزيدوا مغرفه، 2 مغارف صغار ولا مغرفه كبيره تاع السكر، واحده 2، وناخذوا مغرفه صغيره نتاع الملح هكذا كما هكذا، ونحركوا مليح كيولي الخليط متجانس. دركا نضيفوا شويه ما دافي لهذيك الخميره ونخلوها بجيه. هذا يعني حاجه من اساس نجاح الوصفه، يعني بوقت اسرع. دركا متابعيني نروحوا نضيفوا الماء، شرط يكون دافي، يعني نديروا بالكاس هذا، نعبروا، نديروا الكاس الاول والثاني والثالث. دركا نحركوا عين الميزان كما راكم تشوفوا هكذا. نورمالمون تجي 3 كيسان، ونشوفوا يعني على حسب السميد ممكن حتى ال4، يعني على حسب ما راني نشوف انا تاخذ لي واحد 3 كيسان ونص. راني حطيت هنا 3 كيسان، راح نضيفوا النصف في الاخر. عفوا، كما راك تشوفي. دركا نزيدوا الخميره اللي خليناها بجيه هذيك هكذا، تكوني حليتيها في الماء باش يكون مفعولها مليح هكذا. نضيفوها هكذا، نحركوا كما راك تشوفي. دركا نضيفوا اخر حاجه وهي سر نجاحها وسر يعني باش تطيب لك في نفس الوقت ما تخليهاش تخمر، هي تضيفي هذا الساشي تاع الخميره الحلوي تاع الحلويات كما راكم تشوفوا، ونحركوا. يعني راح نشوفوها على المباشر ونطيبوها مع بعض وتشوفي النتيجه ناجحه 100%. كما راك تشوفي باش تكون النتيجه يعني احسن نديروه في الخلاط نتاعنا باش تكون يعني ليه. شوفي كيفاش ديجا راه بدات تدي الفقاعات قبل ما نحطوها في الخلاط نتاعنا كما راكم تشوفوا.
دركا نحطوه مباشرة في الخلاط. ونضربوه يعني لمدة 3 دقائق حتى 4 دقائق، هذا ما كان. كما راكم شوفي طلع لك فقاعات هذه يعني ما با 3 مينوت. شوفي كيفاش يرجع. دوكا نرجعوه في الكسرونه الاولى ونروحو نطيبوه مباشره. يعني وكاين طريقه يعني لازمك تتبعيها باش يطيب لك وما يتحرق لكش ويكون يعني ناجح. بقاي معنا باش تشوفي طريقه طهي هذا البغرير. نروحوا لمرحله الطهي. بعد ما سخنت لنا المقله تاعنا، الحاجه الاولى نديروها نصبوا عليها الماء من الروبيني هكذا، نرميو هذاك الماء ونعاودو نرجعو باش نطيبو. ودركا نرميو بالعقل البغرير. انا اللالوش تاعي صغيره، راح نحط زوج هكذا، نحرك هكا بالعقل. ونخليه يعني الماء هذاك باش ينقص درجه الحراره تاع المقلاه نتاعكم باش ما تبقاش سخونه ويطيب لكم، ماشي يتحرق ولا يبقى خضر ولا حاجه. كما راكم تشوفوا الله يبارك راه بدات الفقاعات تبان تاع البغرير تاعنا. ما ابوناش في لاشين يابوني وديرنا لي جيم وكومونتي لنا على هذا البغرير اذا خرج لها شباب، وتبقاو معنا الى اخر الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا هذه النتيجه نتاع البغرير يعني ناجح 100% وفي وقت قصير. جاي سيدنا رمضان ونحبوا هذه الحلويات وهذه الحوايج التقليديه. شوفوا متابعيني الكرام، شوفوا ما شاء الله راه خارج كيف الشهده، يعني كما راكم تشوفوا على المباشر خرج ما شاء الله. يعني الوصفه ناجحه 100%. ننصحكم باش تجربوها بالمقادير اللي قلت لكم عليها والطريقه تبعوها، يعني سهله وما تبقاش تستناي ولا يعني ليه. نحيو الحبه تاعنا كما راكم تشوفوا هكذا. ودركا نروحو نعاودو نديرو الماء كما درنا قبيله هكذا، نرميوه ونعاودو نطيبو بنفس الطريقه. متابعيني الكرام مباشره، يعني ما نحط لا زبده لا حتى شيء، مباشره باش ما يلصقش. ما تخافيش منه، ما تضغطيش على لالوش باش ما ديرلكش لي طراس، يعني ديري من الفوق ابان باش تجيك نفس الحجم هكذا. ونخليوها حتى اللي تنضج كيما اختها. وفي التزيين اللي تحب تحط الزبده ولا العسل يعني، وكل واحده والاختيار نتاعها. احنا ان شاء الله راح نعسلوه ونوري لكم من جاهز في اخر الفيديو. كما قلت لكم اللي ما ابوناش في لاشين ابوني باش ديما يطلع لنا جديد. عندنا وصفات مليحه، نصائح يعني تداوي بالاعشاب، اشياء بزاف مليحه. بقاو معنا في هذه لاشين ودعمونا، وحنا ديما نجيكم بجديد بالحوايج السهله والسريعه. شوفوا ما شاء الله يعني مباشره، هذا ما تخليه لا يخمر لا والو، تحضريها طيبيها على المباشر ويخرج لك كيما الشهده. كما راكم تشوفوا راها قريب هذه ثاني تنضج. والنار تكون هاديه باش يطيب لكم مليح. كما راكم تشوفوا ها ولا ما تحرق النار ما والو، وطاب النار مليح بالبيان. شوفوا قرب لكم الفيديو.
شوفي كيفاش النتيجه، يعني ما شاء الله. جربي الوصفه وان شاء الله ما تندمي عليها. كنحطوا هذه ونروحوا بنفس الطريقه نكملوا باقي البغرير نتاعنا. متابعيني الكرام، كما راكم تشوفوا ها ولا البغرير تاعنا جاهز، يعني خفيف ما شاء الله، ويعني طايب بالبيان كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش خرجوا لنا الحبات يعني وطايبين. دركا اللي تحب تحط الزبده، اللي تحط العسل، انا ان شاء الله راح نعسلهم بالعسل. وشهيه طيبه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.